احكي لي العيش الفلاحي بتاع زمان هو العيش بتاع دلوقتي ولا اختلف في حاجه؟ لا هو بس يعني مش كل العيش. يعني عشنا احنا هنا طبيعي يعني حاجة حلوة ونظيفة. اللهم صل على النبي ما شاء الله. طب انا اعرف منين العيش الكويس من العيش اللي هو مش هو كلام يعني هو مش قد كده؟ لا لا ما هو عادي برضه عشان يصور. احنا بنخبزه كده بالخشب. تمام. انت كده بترملها هنا؟ ما شاء الله. بتساعدوا بعض هنا؟ ايوه انا اللي هقول لك، انا اللي هرد عليك. تمام معاكي، انا معاكي. ماشي. محمد، تفتكر العيش الفلاحي في المستقبل ممكن حاجه بديله تغطي عليه؟ لا ما فيش ابدا، ما فيش مطرح اللقمه بتاعتنا دي. مستحيل؟ لا مستحيل. تحسي بايه وانت قاعده كده وسط العجين والرده ببقى مبسوطه. بتبقي مبسوطه؟ ببقى مبسوطه لان خلاص دي حاجتك اللي اتعودتي مهنتي بقى وانا اتعودت عليها، اتربيتي عليها. ايوه. عمليه اختمار العيش بشكل عام، هل هو بيقعد قد ايه عشان تطلعيه على المطرحه؟ اسمها مطرحه؟ ايوه. عشان تطلعيه على المطرحه بياخد وقت قد ايه؟ لا ما بياخدش وقت ولا حاجه، احنا نقطع ونخبز على ما قلت له يا محمد قصدي. ما هو قصده يعني في الطشت ولا في الارض؟ في وانت سايباه كده دوائر زي ما احنا شايفين كده هنا اهو. هي بياخد قد ايه؟ وقت. لا ممكن نقطع ونخبز على طول عادي. ممكن ايوه هو في الطشت معلش. في العيد؟ ايوه قبل رمضان ان كله يخبز. متعودين على الوضع ده على طول؟ ايوه يعني. على طول. هل طبعا انت يمكن قلت لي انا اتعلمت من امي الخبيز. أيوة. هل انت ورثتي ولادك القصه ولا؟ طبعا يعني بتسلموها من جيل لجيل ولا؟ ايوه لا؟ لازم نطلع بناتنا شاطرين عشان في بوات جوازهم يخبزوا، ما حدش يقول له ما بتخبزوش. كله كده. بس بقى بتاع الايام ده ما بيطلعش مثلا يشتغل زينا. العمليه دي اللي انت بتعمليها دي اسمها ايه؟ دي الرحه دي. بنشطح. اسمها شطح. دي حاجه يا ام مصطفى ما تروحش فيها. انا كده عايزه اعرف انت عملت لها ايه؟ انتوا هنا بتساعدوا بعض؟ ايوه بنساعد بعض، نعاون بعض. ايوه. والفرن ده ما شاء الله قديم. ايوه من الفرن بتاع زمان. الفرن ده ايه؟ مصنوع من ايه؟ مصنوع لمؤاخذه من الطينه. من الطين. تمام. وبنخبز بالخشب. وبتخبز بالخشب او الحطب؟ الخشب او الحطب. اللهم صل على النبي. قلت لي بقى اعرف منين العيش اللي كويس من العيش اللي هو اي كلام؟ هو بيبقى معروف عيش الفلاحين. بيبقى نظيف وحلو. ده في فرق. ده قمح. ده قمح. ده دقيق قمح. معمول فاخر يعني، مش دقيق بلدي. لكن الطعم مين احسن؟ لا والله طعم عيشنا احنا اللي احلى. طعم العيش بتاعك. ايوه. العيش الجميل ده. ايوه. احكي لي كده يومك بيمشي ازاي بشكل عام يا ام محمد؟ يعني انت بتصحي من امتى عشان تعملي القصه دي كلها؟ يعني بنقوم من الفجر. بتقومي من الفجر؟ ايوه. ايه اللي بيحصل؟ احكي لي كده بالتفصيل. يعني اقضي طلب بيتي واطلع اجي هنا الشغل. بتقضي طلبات بيتك؟ ايوه قبل ما اجي. وتيجي هنا تقضي طلبات اجي للشغل. تعملي بقى ايه؟ هي بتعمل خير يعني. ما شاء الله. انت رميتيه لها كده اهو. قولي لي بقى بمناسبه اللي حصل ده، لما العيش بيحصل فيه كده، هل هي دي غلطه بتبوظ الرغيف ولا عادي؟ ولا تبوظش ولا حاجه. بتتعالج يعني. ما شاء الله عليكم، حاجه جميله قوي. انت برضو هي بتعمله كده تاني يا ام محمد؟ بترد عادي ما يجرالوش حاجه. وبترمي في الفرن وبياخد وقت قد ايه؟ بياخد 10 دقايق. 10 دقايق ويطلع الرغيف. أيوة. هل انتوا رغيف العيش عامه هنا اعتمادكم انتوا بتبيعوه ولا يعني العمليه ماشيه ازاي؟ لا عادي يعني ما بنبيعوه. عندكم بتخبز ببلدكم؟ في بلدنا بنخبز؟ ايوه. دي عاده حلوه قوي. لما بشوف العيش ده كان السكر اروح اجري على السكر والعيش ده. ايوه تحط في قلب العيش سكر. صح كده؟ أيوة. هل العاده دي مرتبطه بيا انا بس ولا موجوده عندنا؟ في كل البيوت. في كل البيوت اولادهم يقولوا عايزين رغيف منفوخ
نفتح علبه ونحطه في قلب سكر وزبده ونحطه في الفرن تاني. يعني سكر وزبده الاتنين مع بعض؟ ايوه، نحطه في الفرن تاني. وده بقى ممكن احلى عيش تكليف حياتك. أيوة.